السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش اتنين يختلفوا معايا ان الذهب هو مال الله في الارض. خليني اقول لحضرتك النهاردة شفنا عيار 21 معدي ال5 مليون جنيه. ايوه زي ما حضرتك سمعت كده، عيار 21 الكيلو النهاردة معدي ال5 مليون جنيه. عيار 21 بيلعب في ال5080 وال5090 وال5100 جنيه. الكل الايام اللي فاتت دي راهن وراح باع الذهب اللي معاه. فئة كتيرة جدا باعت الذهب اللي معاها عشان لما ينزل ترجع تشتريه تاني. بس خد بالك ان انت لما بعت خدت شرطين بس وسبت التالت من الذهب. رقم واحد قلنا عرض وطلب، رقم اتنين قلنا سعر الصرف جوه البنك، رقم تلاتة الشاشة العالمية. حضرتك اليومين اللي فاتوا دول شفت الذهب ثابت وشفت الذهب مستقر، وناس كتير قالت لك الذهب رايح عند مستويات ال 3000 دولار للأونص والذهب نازل وحضرتك مشيت وراهم. هقولها لك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، الذهب ما يتباعش إلا لما حضرتك تحتاج الفلوس. خليني أقول لك الفترة دي اللي معاه ذهب فرحان ومبسوط، واللي باع الذهب قاعد زعلان وقاعد بيحسب. وخد بالك إن في فئة تالتة قاعدة بتتفرج على دول ودول. النهارده جاي اقول لحضرتك تشتري ذهب ولا تشتري عقار، وركز معايا علشان الناس كتير جدا محتارة في النقطة دي. رقم اتنين، اشتري ولا ما اشتريش، واعمل ايه لو مش معايا ذهب، واعمل ايه لو معايا ذهب. خليني اقول لك النقطتين دول مهمين جدا وركز معايا فيهم. الحاجة التالتة لازم تكون عارف ان الذهب ما بيصديش، الذهب مش بياكل ولا بيشرب. خلي بالك ان كل اللي معاه ذهب احسن من الفلوس واحسن من الجنيه واحسن من الدولار واحسن من اي عملة. الذهب احسن من الورق. تعالى النهاردة ندردش مع بعض واجاوبك على كام نقطة مهمين. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام، ده هسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق، بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. خليني اقول لك ان محدش كان متخيل ومتصور السيناريو اللي احنا شايفينه من الذهب دلوقتي. 5100 جنيه لعيار 21 من غير مصنعية هو رقم كبير. خليني اقول لك ان الرقم ده حقق لناس ثروات كانت شارية من فترات بعيدة. خلي بالك من نقطة تاني، اوعى تراهن في يوم من الايام على الذهب. المراهنة على الذهب بتخسر حضرتك كتير. العرض والطلب دي نقطة مهمة. الفترة اللي فاتت ومن كام يوم كنا شايفين الناس كتير جدا بتبيع ذهبها من غير لازمة ومن غير داعي. في ناس كتير كانت بتبيع عشان ترجع تشتري من تحت، وفي ناس كتير كانت بتبيع عشان محتاجة سيولة، هو ده الصح. وفي ناس كتير بتبيع عشان خاطر ناس تانية بتبيع، وده غلط. ركز كويس قوي عشان التزاماتنا مش زي بعضينا. النهارده اللي معاه ذهب قاعد وحاطط رجل على رجل ومبسوط وقاعد بيعد ورا الشاشه، وطبعا اللي معهوش ذهب قاعد زعلان وقاعد بيحسب وهو خسر كام جرام. الكل راهن الفتره اللي فاتت رغم الثبات اللي في بعض الوقت شفناه عند 4550 جنيه لعيار 21 لحد 4900، والكل كان شايف ان الرقم ده قمه، والكل كان شايف ان الرقم ده لازم انا ابيع عنده عشان ارجع اشتري من تحت. طب خد بالك بقى، لو الذهب صحح من 5100 جنيه ل 4900 ولا 4950 وانت بايع ب 4900 جنيه، هترجع تاني علشان تشتري تحط مصنعية فوق الرقم ده، وهتحط من جيبك يا اما هتخسر جرامات. عشان كده بقول لحضرتك ما تراهنش على الذهب. طب السؤال دلوقتي المهم يا عم حسين، لو انا النهارده عايز ابيع ذهب ابيع امتى؟ قبل ما اجاوبك على بيع امتى خليني اسالك سؤال مهم وحضرتك اللي تجاوبني. النهارده انت عايز تبيع ليه؟ الغرض من البيع ايه؟ لو انت معاك ذهب وعايز تسيله لفلوس عشان انت محتاج تخرج من الذهب، فانا عايز اشتري عقار. اذا انا بخرج من الذهب دلوقتي عند القمة اللي انا مقتنع بيها ان الفلوس بتاعت الذهب غطت فلوس العقار. ارجع بقى فكر في العقار، وارجع فكر في مكسبك من العقار، وانسى الذهب تماما ما تفكرش فيه. دي اول نقطة لازم تكون عارفها. طب انا النهاردة هبيع الذهب علشان انا محتاج فلوس، هعمل جيب عربية. طيب لو الذهب النهاردة مغطي لك فلوس العربية، بيع ذهب. النهاردة عايز ابيع علشان انا عايز فلوس، وبعد كده لما يرجع ينزل ابقى ارجع اشتري. طبعا الكلام ده غلط. المضاربات دي ليها اصول، دي اسمها كده مضاربة. يا اما بجني ارباح وبعد كده ارجع اشتري تاني، بعد كده ازود جرامات، يا اما يبقى معايا فائض من السيولة اللي انا كسبته. بس خليني اقول لحضرتك حاجة، النظرة اللي انت بتبص بيها للدهب دي مش غلط،
ولكن برضه مش صح. طب لو حسبناها حسبة تانية، النهارده لو انا قاعد حاطط رجل على رجل ومش عايز اي حاجة من الدهب ولا عايز فلوسه، وقاعد بتفرج عليه هو بيغلى 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 بيغلى، انت الكسبان. كفايه ان انت مش فاقد اعصابك، كفايه ان انت مش متوتر، كفايه ان انت مش قاعد الشاشه طلعت الشاشه نزلت الحق الدهب رفع الحق الدهب نزل. انت اشتريت اعصابك واشتريت راحه بالك بان انت قاعد ساكت ما بتعملش اي حاجه غير انك بتشتري. بيع بس في الوقت اللي انت محتاجه. يوم ما تحتاج فلوسك بيع ذهبك، غير كده البيع في الذهب غلط. خد بالك ان الذهب علشان تبدأ تضارب فيه، المضاربة لها اصول لازم أن تكون عارفها، وهعمل فيديو كامل عن المضاربة. لازم تكون عارف آليات المضاربة زيه زي العقار. النقطة التانية، ناس كتير جدا عايزة تشتري عقار. طب انت لو عايز تشتري عقار علشان تكسب فيه، النهاردة ايه الفرق ما بين الذهب وما بين ان انا اشتري عقار؟ ركز في المقارنة دي عشان انت هتنفعك كتير الفترة اللي جاية. طب ايه الفرق يا عم حسام لو انا عايز اشتري ذهب ولو انا عايز اشتري عقار؟ انت ترشح لي ايه؟ خليني اقول لحضرتك حاجة من الاتنين. النهاردة لو انت عايز تشتري ذهب بتشتريه، الذهب سهل جدا في تسييله. يعني لما بشتري النهاردة كيلو ذهب او 100 جرام ذهب او ايا كان حضرتك مقدرتك ايه تشتريه، وعلى سبيل المثال 100 جرام، النهارده لما بروح ابيع ال 100 جرام دول بعد ما الذهب بيغلى بروح ابيعهم واخد فلوسهم في ايدي. طب انا النهارده رحت اشتريت عقار، النهارده العقار وانت بتسيل فلوسه هل سهل؟ سهل وصعب. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك العقار عشان تشتري ليه آليات، زي ما الذهب قلنا الآليات بتاعته عرض وطلب وسعر الصرف والشاشة العالمية. برضو العقار ليه آليات. ما ينفعش اروح النهارده اشتري عقار ما بيغلاش الا كل 100 سنة مرة واقول انا كده بستثمر في العقار، برضو غلط، يبقى الذهب يكسب. طب العقار لو انا لازم اشتري في مدن جديده، مثلا زي الشيخ زايد كل شويه بتزيد، زي التجمع كل شويه بتزيد، مصر الجديده كل شويه بتزيد، الاماكن الجديده اللي انت بتسمع عنها الفتره اللي فاتت دي والفتره اللي جايه تسمع عن مدن جديده، المدن دي بتزيد. ما ينفعش تروح تشتري في الصحراء وتقول لي اصل انا هتزيد مع الوقت، الكلام ده غلط. الذهب هنا يكسب. هنا انت بتقارن ما بين منطقتين، ما بين الزايد وما بين التجمع وما بين مصر الجديدة، الاماكن دي تكسب. بس خد بالك ان العقار هو كمان مكسب. العقار مش بيضر عائد طول ما هو عقار الا لما بيتأجر بيجيب فلوس. الذهب ما بيجيبش عائد، الذهب بيزيد مع الوقت. عشان كده لازم تكون عارف انت عايز ايه. لو انت النهارده عايز استثمار طويل الاجل مش متوسط، لا طويل الاجل، هشتري شقه واجرها واخد من ايجارها وبتزيد مع الوقت، دي نظريه. طب انت النهارده عايز حاجه اكون لما اول ما اعوز فلوسها اسيلها، يبقى الذهب. هنا انت اللي بتختار انت عايز ايه. ولكن خليني اقول لحضرتك ان الذهب استثمار متوسط وطويل الاجل. فدني يا عم حسام وقول لي انا عايز اشتري ذهب اعمل ايه؟ اول حاجه اشتري على متوسطات. لو انت معاك ذهب من اسعار تحت كمل عليها. هتقول لي اصل انا قاعد مستني التصحيح، هقول لحضرتك الكلام ده انا ما بعتقدش بيه. خليني اقول لك نقطه مهمه جدا. النهارده عشان تشتري ذهب وتكسب منه، او تشتري ذهب وتحس معاك بفرق فلوس بعد كده مش اقل من سنه. اوعى تقول لي اشتري ذهب في 3 شهور وبعد كده اكسب، الكلام ده غلط. اهم سؤال معايا دلوقتي، لو انا عايز اشتري ذهب، اشتري ذهب ولا استنى؟ عشان اجاوبك على السؤال ده هعمل معاك حل حلو جدا. حضرتك هتجاوبني، هتقول لي تسألني على الواتساب وتقول لي يا استاذ حسام انا عايز اشتري ذهب، فتقول لي حاجة من التلاتة. رقم واحد، حضرتك عايز تشتري ذهب، انت معاك ذهب قبل كده ولا لا، ومتوسطه قد ايه؟ رقم اتنين، حضرتك النهاردة هتشتري ذهب وهيفضل معاك وهتحتفظ بيه فترة قد ايه عشان اقدر افيدك؟ رقم تلاتة، هتحتاج فلوس الذهب امتى وهتبيعه ليه؟ هو ده بقى اللي انا عايزك تقول لي عليه وانا جاوبك. بس خد بالك بقى نصيحة عامة، النهاردة عشان تشتري ذهب وتحافظ عليه لمدة سنة قدام وترجع تبيعه، اشتري في اي وقت. اوعى تقول لي الذهب يصحح، لان الذهب الفترة اللي جاية هتشوف فيه معدلات ارتفاع قوية. هتقول لي ليه؟ ما كده كده سعر الصرف ثابت، وهتقول لي ما فيش طلب على الذهب كبير. هقول لك بس الشرط الثالث، الشاشة العالمية هتسيبك وترفع. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان البنوك المركزية هتشتري الفترة اللي جاية. الاحداث الجيوسياسية اللي مش ثابتة هترفع، هتخلي الذهب هو كمان يرفع. خد بالك كمان ان اي حاجة بتحصل عندك في العالم بره بتزود الذهب. العالم بره على صفيح ساخن. خد بالك كمان ان الفيدرالي بيخفض الفايدة، وده كمان برضو بيساعد ان الشاشة العالمية ترفع والذهب يرفع. خد بالك النهاردة ادوات اللي بيستخدموها المصريين عامة في الادخار حاجة من ثلاثة، عقار وذهب وطبعا بنوك وبورصة. كل واحد لازم يكون عارف هو محتاج ايه من الثلاثة يستثمر فيه. عشان كده بقول لك طول ما انت مش عايز الذهب لمدة سنة اشتري، واوعى تقول لي انا مستني ومش مستني.
مهما كان رزقك هتاخده، ومهما كان حضرتك مش هتاخد اكتر من اللي مكتوب لك. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري، ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وارد عليه. سلام.